السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل بقى الفولية او السودانية. زي ما انتم شايفين كده، حلوى المولد النبوي. بقية الوصفات اللي عملناها مع بعض. يلا بينا نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين بقى؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يلا نقول بسم الله. هنا يا بنات، جبت كده حلة، حطيتها على نار متوسطة، حطيت فيها نص كوباية من المية، وحطيت فيها كوباية سكر. انا مستخدمة سكر تموين ومستخدمة الكوبايات المعيارية. لو هتحطي في كوبايات عادي من البيت، استخدمي كوباية اللي هي مج الشاي العادي، بس اكبر مج عندك. تمام. هنا بقى بعد ما بدأ كده السكر يدوب، يعني السكر في الاول ما بقلبهوش خالص الشربات ولا باجي ناحيته. تمام. اول ما بلاقي الشربات بتاعي بدأ ان هو يغلي والسكر داب، بحط عليه رشة كده بسيطة خالص من ملح الليمون. ملح الليمون يا بنات يعني اقل كده من ربع معلقة صغيرة. لو ما عندكيش ملح ليمون، ممكن تعصري عصير نص ليمونة متوسطة. تمام. شايفين بقى الشربات بتاعي بدأ يغلي ويستوي. انا هسيبه على نار هادية، وهنقله على العين اللي هي الصغيرة على نار متوسطة لحد ما يوصل لدرجة التسوية المظبوطة. انا عايزة الشربات ده يوصل لدرجة زي الكراميل كده يا بنات. تمام. هوريكم درجة التسوية المظبوطة بتاعته. هنا بقى هبدأ كده ان انا احمص هسخن السوداني بتاعي انا حمصته الاول لانه هو ما كانش متحمص. تخلي بالك، لان في انواع سوداني بتكون مش متحمصة، بيكون جاي كده ابيض. وبرضو تخلي بالك لما تجيبيه عادب، ما يكونش مملح، عشان في انواع بتكون مملحة. تمام. يعني في ده انا جايباه مثلا من عند العطار. لو انتي جايباه من عند المحمصة بتاعة اللب، بيكون عليه ملح، فتخلي بالك. هنا بقى سخنت كده السوداني بتاعي وكان سخن معايا وجاهز. تمام. اهم حاجة لما احنا نيجي نستخدم بقى السوداني والكراميل على بعض، لازم يكون الاتنين سخنين جدا، يعني ما يكونش مثلا حاجة باردة فيهم. شايفين بقى الشربات؟ درجة التسوية دي يا بنات لسه ما وصلش للدرجة اللي احنا عايزينها. الدرجة دي احنا ممكن نعمل بيه اللذيذة زي ما عملناها في الفيديو اللي فات، لكن درجة التسوية المظبوطة زي ما انتوا شايفين اهو. باخد كده نقطة من الشربات بتاعي، بتعمل كورة معايا. شايفين لونها عامل زي لون الكراميل ازاي؟ وكمان ناشفة، يعني لما تيجي تتكي عليها ما بتتفردش معاكي، بتكون ناشفة. وعشان تختبريها كويس، حطي معلقة الشربات دي في ربع كوباية مية كده، هتلاقيها لمت معاكي وبقت كورة ناشفة. تمام. كورة ناشفة يا بنات اهم حاجة. هنا السوداني بتاعي كان سخن، نزلت كده عليه بكمية الشربات اللي انا عملتها. نص كيلو السوداني عليه كوباية السكر اللي احنا عملناها. تمام. هنا يا بنات ببدأ ان انا اقلب كده السوداني مع الشربات اللي انا عملته لحد لما الاقي الشربات بتاعي خلاص، حاسه ان هو يعني ما عادش فيه اي شربات خالص في الطاسه بتاعتي. بنزل بقى كده بالسوداني بتاعي كله في قلب الصينيه او الصاج بتاعي. بكون حاطه فيه كده زي ما انتم شايفين كيس، ودهناه من الزيت، وبنزل كده عليه بسرعه. وبجيب بقى اي حاجه اسوي بيها. انا تنيت الكيس كده وبدأت ان انا يعني جبت كده النشابة بتاعة المخبوزات، وبدأت ان انا اسوي بيها، ومعايا سكينة بدهنها كده دهنة برضو بالفرشة زيت. وبفصل كده السوداني بسرعة عن بعضه، علشان ما يعني يكون فيه فواصل تقدري بقى ان انت تكسريه بسهولة. شايفين ما شاء الله حاجة كده حلوة جدا جدا. هنا بقى ممكن تجيبي مخرطة او اي حاجة جامدة تستخدميها، لانه بيبقى جامد شوية في يعني ساعة ما بتيجي تفصليه كده عن بعضه بيبقى جامد شوية. تسيبيه بقى 3-4 ساعات لحد لما ينشف خالص، وتقطعيه بمنتهى السهولة. انا قطعته وهو كان لسه طري، وعشان كده كان لسه يعني ايه، كان لسه تحس ان هو طري شوية. بس انتي تسيبيه 3-4 ساعات لحد لما ينشف خالص. شايفين ما شاء الله تحفة؟ انا قطعته وهو كان لسه طري يا بنات.
يعني عادي، يعني مثلا ايه بعد ربع ساعة ولا نص ساعة لما يكون مسك نفسه كده تقطعيه وتسيبيه بقى على صينية واسعة ينشف براحته خالص زي ما انتوا شايفين كده اهو. ما شاء الله حاجة كده تحفة. اللي وصل معايا لحد هنا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك، وهسيب لكم كل المقادير